أول السنة متعودين نعمل حاجة حلوة كده نحل بيها. السنة دي بقى هعمل معاكم حاجة حلوة بس سهلة جدا، مش هتاخد منكم أكتر من 15 دقايق بالكتير وهتكون جاهزة معاكم. ولما تعرفوا مكوناتها متأكدة إن انتوا هتقوموا تعملوها بعد الفيديو كمان. أول حاجة أنا مستخدمة بسكوت شاي عادي جدا، بسكوت بسيط، أي بسكوت عندكم في البيت. 350 جرام من البسكوت هنطحنهم كده في محضرة الطعام أو نحطهم في كيس ونخبط عليهم بخشب. هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر البودرة، 4 معالق كبيرة من الكاكاو، نقليهم بكوبايه الا ربع من الزبده السايحه ونقلب كويس لحد لما البسكوت يتغلف بالزبده. تمام، بعد كده ننزل عليهم بكوبايه الا ربع من الحليب بالتدريج واحده واحده، ونلم بقى العجينه او نعجن البسكوت كده. ممكن تحتاجوا اكتر من كوبايه الا ربع على حسب نوع البسكوت. المهم ان العجينه تتلم، ما يبقاش فيها اي فرافيت ولا اي شويه بسكوت منطورين على جنب كده، تبقى سهله التشكيل ورقة زبدة أو ورق شفاف، ونحط فيه بقى العجينة ونلفها كده بقى ونضغط عليها من الجنبين، نشكلها على شكل بونبون كده، يعني نقفلها من الأطراف تبقى عاملة زي البونبونية كده، وندخلها الفريزر من ساعة لساعتين تمسك نفسها. نقدر نقطعها بعد كده، ونقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي، هتلاقوا القطعة متماسكة زي ما انتوا شايفين. نص بار شوكولاتة وشوية شوكليت شيبس كده وسيحتهم في الميكروويف. اي شكل تحبوه، وممكن تدخلوها التلاجة 5 دقايق.